سلام معكم مروان بشار فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي يكون من بلاي ليست ديال اومنيا بانك، واللي غادي نشرحوا فيه واش ممكن اننا نسدوا الحساب ديالنا ا ديستانس، دونك بلا ما نمشيو لاجونس لا والو. هذا السؤال هذا كيتطرح بزاف ديال المرات في عده ابناك، ولكن في هذا الفيديو هذا غادي نشرحوا واش كيطبق على جميع الابناك او لا فقط بعض الابناك او لا شكون اللي يقدروا يسدوا لنا الكونت ا ديستانس. اول حاله خصنا بعدا يكون عندنا الحساب اللي كما قلت لكم اي كونيكت ديجيتال اللي 100% ا ديستانس، ماشي الحسابات اللي تحلت في الوكاله، حيتاش هذا الحساب هذا اللي تحل يعني ا ديستانس هو اللي كتكون عنده الصلاحيه انك تسدو ا ديستانس. ندخلوا لابليكاسيون نكملوا الشرح. فوالا، من بعد ما دخلنا لابليكاسيون ديالنا اي كونيكت غنشرح لكم هذا الحساب هذا. الحساب هذا هو حساب ديجيتال اي كونيكت، كيعطيونا بطاقه ديال اي كونيكت ديجيتال وكيعطيونا بطاقه اي سيرف، هادو كيعطيوهم لنا مجانيين وحساب مجاني. هذا الحساب هذا ماشي كباقي الحسابات ديال اومنيا بانك، هذا الحساب هذا ما كيتعطاش فيه الشيك وما يمكنش تخدم به يعني بالشيكات الى غير ذلك. هذا فقط حساب بحال نقولوا ديال الشباب، تحط فيه فلوس، تخلص فيه فلوس، تخرج به على برا، مثلا بغيتي تخرج برا المغرب كتسحب الفلوس ديالك بالبطاقه البنكيه الى غير ذلك. دونك هذا الحساب هذا محدود في بعض الحوايج. وواحد الحاجه اللي كان كلشي كيتسناو اللي هي واش ممكن نسدوا الحسابات البنكيه ديالنا ا ديستانس. ماشي اي بنك كدير هذه القضيه، عندنا هاد الحسابات هادو اللي كنقولوا مجانيين اولا اللي نقدروا نحلوهم باغ تليفون، واللي منهم اومنيا بانك واللي منهم حساب تسوجي. هادو هما الوحيدين اللي تقدر انك تسدهم بلا ما تمشي للوكاله. علاش؟ لانه كتحلهم اول مره في التليفون، وملي كتحلهم كيكون عندك بحال لاكسي على انك تولي تسدو نيت من التليفون. واومنيا بانك دايره هذه القضيه، ملي كندخلوا لابليكاسيون وكنكليكيو على ثلاثه الشريطات اللي على اليسار او على اليمين الفوق كنهبطوا حتى لتحت. وفاش كنهبطوا لتحت كنلقاو مور هاد ثلاثه الخيارات التوالا كاع، كنلقاو هنا دوموند دو كلوتور دو كونت، كنكليكيو عليها. هنا كيعطيوكم دو مروان بشار، هنا الايدونتيفيون اللي هو يعني المعرف ديال الحساب ديالكم. كما شفتوا ركزوا معايا على كونت ديجيتال، دونك حساب رقمي يعني كتحلو من التليفون. يعني فاش كنبغيو نسدوا الحساب ديالنا كيكفي اننا نكتبوا لهم واحد الرساله. فوالا، هنايا في الموتيف دو كلوتور كنكتبوا لهم مثلا رساله اللي كنبينوا لهم علاش بغينا نسدوا الحساب. كما شفتوا انا كتبت لهم مرحبا اومنيا بانك، بعد مده وعدم استخدامي لحسابي لم اعد بحاجه اليه، اريد منكم اغلاقه حتى لا يبقى تحت تصرفي ويمكنني ارجاع البطاقات البنكيه للوكاله التي تم اخذ منها البطاقات. علاش كتبت لهم يمكن لي نرجع البطاقات؟ لان فاش كتقراو النهار الاول الكونطرا ديالكم فرا البطاقات ماشي الملك ديالكم. نهار كتحلوا الحساب كيعطيكم البطاقات باش تخدموا بهم الاغراض ديالكم، ولكن نهار كتبغيو تسدوا الحساب معظم الابناك كيقولوا لكم جيبوا لنا البطاقات البنكيه عاد نسدوا لكم الحساب. وهذا الشيء انا واجهته شخصيا في كريدي دو ماروك، يعني شحال من مره كيطلبوا مني انني نرجع لهم البطاقات البنكيه ديالهم. دونك انت فاش كتكتب لهم هادشي ما كتخلي لهمش مجال على انهم يوليو يردوا عليك يقولوا لك واجب لنا البطاقات، يعني كتعطيهم كل شيء وهما غادي يردوا لك واش ممكن انك ترجع لهم البطاقات او لا. من بعد ما كنكتبوا هذا الميساج كنديروا اونفوي، كيوصلهم هما الميساج ديالكم وكيصونيو عليكم، كياخذوا مثلا بحال نقولوا استفسار علاش بغيتو تسدوا الحساب. داكشي اللي نتوما يعني كتكتبوا لهم في ميساج تقدروا انكم تقولوا لهم في المكالمه، يعني تبينوا لهم على انكم ما بقيتوش محتاجين الحساب او لا تسافروا ما تحتاجوش. وفي القانون البنكي راه من بعد مده عام الا ما تحركش الحساب ديالكم، ما دخلت فيه فلوس، ما خرجت فيه فلوس مثلا من شهر 4 حتى شهر 4 العام الجاي، راه موجب يعني القانون خصهم يسدوا ديك الحساب البنكي. لكن حنا الابناك كيتغاضاو على هذه القضيه هذه وما كيسدوش باش يخليو المصاريف كتزاد عليك. دونك هذه هي الطريقه باش تسدوا الحساب ديالكم في اومنيا بانك. يكفي تكتبوا لهم هذه الرساله كديروا اونفوي صافي، يعني كيصونيو عليكم كيتاكدوا من يعني السبب وكيسدوا لكم الحساب. يعني الطريقه كما قلت لكم فقط في اومنيا وسوسيتي جينيرال عرض سوجي هما اللي ممكن انك تسد الحساب ديالك فقط من الهاتف ديالك، ماشي ضروري تمشي للوكاله لان الحسابات كيتسموا رقميين اولا ديجيتال كيتحلوا ا ديستانس. حتى لهنا متابعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا. كما شفتوا شرحت لكم شكون الابناك المعنيه بالامر ديال اغلاق الحساب ا ديستانس او لا عن بعد، وشكون الابناك اللي ممكن اننا نسدوه فقط من الوكاله. يعني الحسابات اللي تحلوا ا ديستانس رقميين هما اللي ممكن اننا نسدوهم عاوتاني من التليفون، اما الحسابات اللي تحلوا في الوكاله فراه ما يكذبش عليكم شي واحد الاخوان او لا يقول لكم راه ممكن انكم تسدوهم. وحتى الا كنتي خارج المغرب ومخلي وكاله لشي واحد يعني في الدار راه ما يقدرش يسدو، لان الوكاله كتخدم في حاله واحده اللي هي مثلا البطاقه البنكيه ياخذها في بلاصه، كيدير بزاف ديال الحوايج، ولكن الاغلاق وفتح الحساب ما كتخدمش فيه الوكاله، لان ضروري خص يكون صاحب الحساب. اصلا كدار هذه القضيه في الوكاله كتكتب يعني باش تكونوا على درايه الاخوان وصافي. الا تغيرت شي حاجه فراه مع الوقت انا ما كنكونش يعني كنقول لكم هاد المعلومات راهم كيبقاو مدى الحياه، يقدر يكون شي تغيير مع الوقت. المهم انا كنعلمكم فقط باللي كاين حاليا. حتى نتوما الاخوان ما تنساوش تخليو لي لايك هي اللي كتخليني نعرف على ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. اما سبسكرايب او اشتراك فراك تاكدوا لي على انكم انتريسي بهذا الكونتوني بونكير. كان معكم مروان بشار، نتلاقاو في فيديو جديد.